شيخ أحمد، احنا عايزين نقول كده لمتابعينا على المشروعات المختلفة اللي بتقدمها مؤسسة فذاكر. خلينا نقول بس ان مؤسسة فذاكر بتقوم بعدة مشروعات هي من باب المساهمة، يعني خلينا نقول في بناء المجتمع من خلال التخفيف عن اهالينا. عندنا حملة زي حملات الأسقف مثلا، عندهم حاجة زي باب حملة الستر، عندهم القرية الفقيرة، عندهم علاج الحالات المستعصية، ممكن عندهم كمان اللي هو زرع الأطراف، عندهم حتى الناس المرضى اللي ما بيقدروش يمشوا بيجيبوا لهم الكراسي الكهربائية. علاج المرضى ده ممكن متضمن علاج، ممكن إنفاق، ممكن كمان العمليات كذلك الأمر في مؤسسة فذاكر. وبالتالي احنا محتاجين، احنا محتاجين بقى، يعني احنا اللي محتاجين اللي احنا نفعل الخير كما قال الله عز وجل وافعلوا الخير. فعلا يعني احنا دلوقتي قدامنا مشروعات كتير ومتنوعة، كل واحد يقدر يختار او يحب مشروع معين ويتبرع له علشان يبقى واقف قدام ربنا كده وقال انا عملت حاجه زي ما الشيخ احمد بيقول، حاجه حتى لو معايا قليل انا طلعت منه. هو في النهايه رب العالمين بيقول ان احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. فانت لما تعمل خير انت بتعمله لنفسك اولا طبعا، بس تخيل والله لما بتعمل الخير ده وانت بتخفف عن الم مريض، يعني انسان مريض حاله مثلا زي حالات الناس اللي ما بتقدرش تمشي ومحتاجه كراسي كهربائيه، تخيل مدى الفرحه ومدى السعاده اللي داخله عليهم. فانت عملت ايه دلوقتي؟ ادخلت سرورا على انسان مسلم. او مثلا المشروعات بتاعه فصل الشتاء زي الكساء، زي البطاطين كذلك الامر، واحنا يعني ده مهم جدا، وفي ناس فقراء كتير جدا جدا هم محتاجين دعم اخواتهم واهاليهم ليهم. كل ده مشاهدينا مع مؤسسه فذاكر، اللي طبعا هنحط لكم اللينكات بتاعتهم وارقام تليفون. شارك معانا واتصل بينا على الارقام التاليه 012 77 67 97 88 أو 010 555 99 8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.